السلام عليكم خواتاتي الغزالات، نتمنى تكونوا بالف خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا البنات راني جالسه كنحط الغدا. اختكم اليوم طلقات الحداقه ديالها قلت نخرج من الروتين ديال الطياب هكا اللي كنديروا دائما. قلت علاش اليوم لا ما نقلدش هكا الريستورات وندير واحد الغدا اللي يكون يعني غدا مختلف على الايام العاديه. فحضرت هذا الشيء زعما اختكم راه كدريسي كدريسي التفصيل. راه جالسة يعني كنوّع يعني في الماكلة وكنوّع هكا وكنقلّد الريستورات وصافي. يعني بغيت نخرج من الروتين العادي وصافي. كما كتشوفوا البنات، فالفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو يعني غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي متميز ورائع وانايا كنعتمدو بزاف. دابا غادي نمشي نتغدى فكما كتشوفوا فمور الغدا ضروري من غسل الماء. ودابا غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي كنستعملو تقريبا يومي، كنديرو دائما. كناخذ واحد المول كما كتشوفوا كنغلفو يعني بالبابي كويسون، وهذا المول اللي يكون القطر ديالو غير 20 سنتيم، ما يكونش البنات كبير، يكون غير 20 سنتيم. وكما كتشوفوا غادي ناخذ واحد كاس ديال الحليب البنات ما يكونش في الثلاجه، يكون غير درجه حراره المطبخ. غادي نخويه هكا كاس ديال الحليب، يعني الكاس ديال اتاي، يعني يكون بدرجة حرارة المطبخ. وغادي غادي نخوي الحليب في واحد الجبانية، وغادي نوضع عليه جوج ديال المعالقات ديال الخل، غير الخل العادي. انا راه تعمدت نوريكم القرعه باش تشوفوا اللي عندها الخل الابيض دير الخل الابيض، وغادي نخليه على جنب. فهذاك الخل راه شنو كيدير ليا؟ راه بحال يكسر ليا الحليب، كيردو بحال الرايب. ودابا غادي ناخذ بيضه البنات، غير بيضه وحده ويكون الحجم ديالها كبيره خواتاتي، ما يكونش شي بيضه صغيره لا البيض غلا لا البيضه يكون الحجم ديالها كبير. وشويه ديال الملحه وشويه ديال السكر فاني. فغادي نخلط كل شيء. فهاد الكيكه هذه ما غاديش نحتاج نهائيا مولينكس، كل شيء بالطراب اليدوي اللي ما عندهاش تقضي. وغادي نضيف كذلك واحد كاس ديال حتى هو كاس ديال اتاي، يكون يعني قياس كاس ديال اتاي ديال السكر سنيده. غادي نبقى نطرب هكا البيض مزيان حتى نحس هكا بالسنيده شويه بدات كذوب. سمحوا لي البنات هاد اللقطه مشات ليا، وضعت عاوتاني مور السنيده وضعت كاس الا ربع ديال الزيت. كما كتشوفوا كاس الا ربع ديال الزيت، يعني كاس ما عامرش، كاس الا ربع ديال الزيت فقط. فضفتو وغادي نخلط مزيان كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا حتى يولي لي الخليط هكا وديك السنيده كذوب. ودابا غادي نضيف هذا الحليب. شوفوا البنات كيولي هذاك الخل شنو كيدير، يعني كيخسر ليا الحليب، يعني يعني كنرجعو بحال الرايب، فهمتوني؟ بحال كيروبو بحال ما المهم راه كلشي باين قدامكم. كما كتشوفوا غادي نضيفو وغادي نخلط مزيان حتى يمتزج لي مزيان. وغادي نضيف واحد الكاس ديال الفورس كما كتشوفوا. فنفس الكاس اللي عبرت به من الاول هو اللي يعني كنعبر به كل شيء. فغادي نوضع الكاس الاول وزدت كذلك الكاس الثاني. فالبنات الطحين انا راه فايت لي يعني غربلته، كنغربلو قبل ما كنحطو في الطاسه. وغادي نضيف كذلك جوج كيسان درت عامرين، وربع كاس ربع كاس ديال الفرص زدتو في الاخير. ودابا غادي نضيف يعني واحد جوج معالقات، دير المعلقه الاولى بعدا ديال الكاكاو كما كتشوفوا. فيستحسن البنات ان الكاكاو تاخذوا النوعيه الجيده. فالكاكاو البنات راه كاينين جوج الانواع، كاين واحد الكاكاو اللي كحل، حاولوا تقولوا لي ما يعطيكمش الكاكاو الكحلي، يعطيكم الكاكاو القهوي. فالكاكاو القهوي تيكون ديال لا مارك اقبال، كيكون زوين ولذيذ، حتى الكيك ديالو كتجي لذيذه. الاخر كتجي الكيك ديالو بحال مره. يعني حاولوا ما تاخذوش الكاكاو الكحل، خذوا الكاكاو القهوي. ودابا راني ضفت المعلقه الثانيه وغادي نطرب كل شيء مزيان هكا، كنخلطو مزيان حتى تيتجانس ليا بهذا الشكل هذا. وكيولي عندي الخليط هكا. الكيكه راه ما كتجيش قاصحه، هذا الكيك راه كيجي شويه خفيف. يعني هذاك الحليب اللي ضفناه يعني مع الخل راه يعني كيجيب لنا الكيك مفشفش وكتجي خفيفه، يعني القوام ديالها كيجي خفيف. ودابا غادي نزيد واحد جوج خمارات ايديال، يعني خمارات ديال الوزن ديال 8 غرام، الخمارات الحمرين داكوغ ديال الوزن ديال 8 غرام. وغادي نطرب هكا كلشي بواحد المعلقه. غادي نحاول انني ندخل يعني الخميره في داك القوام ديال ولا في الخليط ديال الكيك اللي عندي. غادي ندخل الخميره بهذا الشكل هذا يعني حتى تجانس ليا وما تبقاش تبان نهائيا. فالا تبعتوها البنات هاد الطريقه فاكيد غادي تنجح معكم، وغادي ما غاديش تستغناو عليها. انا عندي معتمده تقريبا هذه يوميا كنديرها. وغادي نضيف دابا الخليط وغادي نوضعو يعني في المول ديالو، غادي نوضعو في الفران. انا راني شاعله غير
يعني من التحت، شعله غير الفران التحتاني، يعني ما شعلش العافيه الفوقانيه. ودابا كما كتشوفوا البنات من حطيتها في الفران، فقلت غادي نخمل واحد المجر اللي كنستعملو، يعني دائما عندي فيه بزاف ديال الحاجات اللي كنجبدهم باستمرار وكنبغيهم يكونوا قرابين ليا، وصراحه هملت وتكرفص ليا. فاول حاجه البنات هي هاد الشبيكات هادو اللي كنت خديتهم من عند، راكم عارفينهم، من عند الناس اللي كيبيعوا هاد المعينات ديال 5 دراهم. فكنت خديتهم، وانا شنو كندير فيهم؟ كندير فيهم غير الخميره، كندير فيهم الفاني، الساشيه ديال الكاكاو، الساشيات ديال زهره البرتقال. يعني هادشي اللي كنحتاجو يعني دائما وكنبغي يكون قريب ليا فكنديرهم. كما كتشوفوا البنات راه الروينه كانت عندي قبل، فغادي خويتو يعني كامل، وغادي نضفو كامل هكا، وغادي نمسحو الا كانت شي حاجه طايحه هكا ولا شي حاجه هكا ما شفناهاش لتحت. راكم عارفين هذا كيكون قريب للبوطه، هذا المجر هذا راه مسكين واكل الدق، عندي واكل الدق، راه كلشي مسكين كنتعدى عليه، كلشي كنحطو فيه، المغرفات، البريكات، يعني وكنحتاجو هذا الشيء باستمرار. فصراحة كنتعدى على هذا المجر هذا. فكما كتشوفوا فانا ما عنديش شي منظمات يعني اللي غاليين ولا شي حاجه، ولكن مهم داكشي كيكون مسول. فكما كتشوفوا حطيت هادوك يعني الخميرات اللي ديجا كانوا عندي، يعني حطيتهم هما الاولين، والخميرات اللي باقيين جدادين، يعني الخمارات باقيين جداد راني حطيتهم اللور، يعني باش نمشي هكا بالحاجه اللي خديتها من قبل، باش نمشي هكا بلاطات اللي زعما باش دائما الجديد هو الاخر والقديم هو الاول. فهمتوني البنات؟ قويت عليكم الهضره. حطيت هذوك لي سوطاس، حطيت هذوك القطع ديال العجينه، البابي كويسون هذوك اللي كنعبر بهم، هاد لي باليت هادو، يعني هادشي كامل كنبغيه يكون قريب ليا. يعني راكم عارفين راه هادشي ضروري في الكوزينه، ضروري كتبغيه يكون قريب ليك. هاد المغرفات هادو، فانا عندي واحد العدد كبير من ديال المغرفات ديال الخشب، عندي بزاف. فالمهم كان جات بالصدفه وصافي خديت منهم بزاف. وهكا هنايا كنحط هكا البريكات كيكونوا قرابين ليا، يعني وكنستف بهذه الطريقه هذه. يعني ماشي شي حاجه غاليه، ولكن مهم كيكون واحد التنظيم اللي على قد الحال، ويكون داكشي يعني مقادد ومسول وعاجبك وراضي عليه. هذا هو ليسونسيال البنات. فكما كتشوفوا فمن بعد ما ساليت المجير، فراه هنايا الكيكه هانتوما شوفوا راها طلعت وطابت. ودابا غادي نطفي على الفران، أنا ما كنشعلش عليها نهائيا الفوق. وسمعوني البنات، اللي راكم شفتوا انا يعني حطيتها في لاطه ديال الفران نيشان، اللي عندها اللاطه خفيفه يعني ما تحطش في اللاطه خفيفه وتشعلي عليها من التحت، ديرها يعني في هذيك المقله الثقيله، ديرها في المقله الثقيله عاد تخشيها. انا حيت عندي اللاطه ثقيله، هذاك الشيء علاش يعني حطيتها منها اللاطه اللي ما منها اللاطه، هذاك الشيء ما درتش المقله الثقيله. ودابا كما كتشوفوا البنات غادي نحضر واحد الكريمه، راني شفتوني من طابت كيفاش جات، يعني كيجي الطياب ديالها هو هذاك. غنحضر الكريمه، درت كاس ديال الحليب، غادي نضيف له واحد 2 معالق تقريبا ديال السكر سنيده، ومعلقه ديال المايزينا، ومعلقه ديال الكاكاو. وغادي نخلط هكا كلشي مزيان فوق نار مهيله، يعني كنخلط ما نتحبسوش البنات نهائيا على التخلط باش ما تكتلش ليكم القوام ديالها وتحرق ليكم من التحت. فغادي تستمروا هكا في التحريك حتى تبدا تعقد. من بدات كتعقد زيدوا له واحد 2 ديال الشكلاطات، اي شكلاطه عندك، اي شكلاطه عندك زيديه يعني. ودابا من طابت يعني خفقتها مزيان باش يخرج منها ديك السخونيه اللي كتكون كثيره في الاول، وضفتها على الكيك. شوفوا البنات الكيك راه كيجي طالع، يعني واخا غير ديال البيضه كيجي طالع، حيت هذاك الحليب اللي حضرنا مع الخل كيجيبها هشيشه وكيعلي لنا زعما الكيك. كما كتشوفوا راني دهنتها كامله بهذيك الكريمه، وحكيت ليها هكا يعني غير الشوكولاط كحل من الفوق. ودابا غادي نقطعها مع خواتاتي، وغادي تشوفوا راه هاد الكيك انا عندي معتمد، يعني كيجيني اقتصادي وسهل في التحضير، فراني ما كنخطيش يعني نهائيا في الدار. كما كتشوفوا راه سهل بزاف، وكتجي هشيشه. شوفوا البنات كتجي هشيشه، وكيجي فيها واحد المذاق ديال الشوكولاط رائع، يعني واقتصاديه، يعني ما كطيحلكش على بالك راه بيضه، راه غادي دير لك كيك بهاد المعايير هادو. صراحه راه بيضه، وديك المكون ديال الحليب مع الخل راه كيجيبوها اكثر من رائعه. راه الا جربتوها البنات راه ما غاديش تستغناو عليها نهائيا. وما تنسوش البنات انكم تتبعوا يعني الديتاي اللي كنت قلت لكم عليها. صافي البنات، وفرجه طيبه، وكنشكركم بزاف على المشاهده. وما تنسوش تدعموني بضغط زر لايك، واللي اول مره يزور القناه يدعمني بضغط زر ابوني مع تفعيل زر الجرس.